في ظاهرة بقت بتتكرر كتير قوي قدام المحلات، شوية طوب، قوايم حديد، صناديق، وأحيانا حاطين سلاسل. كل ده عشان يمنع حد يركن عربيته قدام المحل، وكأن الشارع بقى ملكية خاصة. السؤال البسيط، هو احنا اشترينا الشارع؟ ولا الشارع ده ملك للناس كلها؟ الطريق العام مش امتداد للمحل، ولا هو مساحة إضافية بتتاخد بالأمر الواقع. اللي بيدفع إيجار أو بيدفع ضرايب ده بيدفعها على نشاطه جوه حدوده، مش على الرصيف ومش على الأسفلت. المشهد مش بس مخالف للقانون، المشهد بقى مؤلم قوي حضاريا. لما كل واحد ياخد متر قدامه، البلد هتتحول لمخزن فوضى، والحق العام هيضيع ما بين أنا أولى وده رزقي. رزقك محفوظ بس مش على حساب حق الغير. الشارع ده ملك للجميع، والتحضر بيبدأ لما نحترم المساحة المشتركة، مش لما نستولى عليها. بلدنا تستحق نظام، مش طوب يحجز حق الناس. احنا مش ضد حد، احنا مع حق الناس كلها، مع النظام، مع ان القانون يكون اعلى من اي طوبة مرصوصة قدام محل. بلدنا مش عزبة، بلدنا بلد محترمة، وما يصحش ان حقها العام يتاخد بالامر الواقع. ومن هنا مطالبة واضحة ومحترمة لكل المحافظين ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، تطبيق القانون بعدل على الجميع، وإزالة أي تعدي على الطريق العام. لأن هيبة الدولة تبدأ من احترام الشارع، والساكت عن حقه بيسلمه، وحق الشارع ده حقنا كلنا.